في قلب الجيزة وعلى بعد خطوات من أهرامات مصر الخالدة يولد صرح يعيد كتابة التاريخ من جديد. إنه المتحف المصري الكبير، أضخم متحف أثري على وجه الأرض، تحفة معمارية مذهلة تمتد على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع وبتكلفة تخطت $1,000,000,000. يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من كنوز مصر القديمة تتلألأ تحت سقف واحد، ولكن قلب الأسطورة الحقيقي هو الملك توت عنخ آمون، مجموعة أسطورية تضم 5340 قطعة ذهبية تعرض للمرة الأولى كاملة منذ اكتشاف المقبرة سنة 1922. وعند المدخل يستقبلك رمسيس الثاني شامخا بوزن يفوق 88 طنا. وراء الكواليس تعمل أياد مصرية في أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط، يضم أكثر من 20 معملا متطورا، وتستخدم فيها تقنيات الأشعة والليزر لحماية آثار صمدت في وجه الزمن والرياح. حتى اليوم تم نقل 51 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، وتم ترميم 50 ألف قطعة أخرى، جهد ضخم يعيد الحياة إلى آثار نطقت بالمجد. وفي قلب المتحف تمتد 12 قاعة عرض ضخمة تأخذك في رحلة عبر الزمن. كل جدار، كل ممر، كل حجر يحكي قصة حضارة عمرها أكثر من 5000 عام، من فجر ما قبل الأسرات وحتى بزوغ العصر اليوناني الروماني. كل قاعة صممت بزوايا هندسية عبقرية تجعل أهرامات الجيزة تلوح من خلف الزجاج في مشهد يخطف الأنفاس، وكأن الحاضر يمد يده ليصافح الماضي.